ومن اسوان، والمكان اللي ورايا ده واحد من اشهر واقدم مطاعم اسوان. ومش هتاكله بس، ده انت هتتبسط وتفصل هنا. تخيل تاكل ووراك المنظر ده. تحفظ الفيديو ده علشان هتحتاجه. المكان هنا مش مطعم وخلاص، دي تجربه كده هتعيشها، وكل زاويه فيها حته من جمال اسوان. ولو لسه ما خدتش بالك، احنا بنتكلم عن مطعم الدوكا، واحد من علامات اسوان، وده مش ريفيو قد ما هو ترشيح مني لقعده رايقه واكله حلوه، ومناسب جدا للصحاب او عيله او حتى كابل. فاحمد المره الجايه هغيره على فكره. وكمان في قاعه افراح او الدور على النيل، فادعوا لي بقى. اكتبوا لي في الكومنتات بتحبوا الفراخ ولا اللحمه. وخلينا ندخل في الجد. جربنا كذا صنف وحاجات مختلفه، حلاوه الكفته، ميكس جريل وفراخ فرسيه سواء باللحمه المفرومه او بالخضار. تخيل ان دي فرخه ومحشيه لحمه. وجربت البيكاتا فراخ مع الرز، والطواجن زي كباب الحله والمكرونه في الفرن. وبصراحه وبعد ما جربت كذا حاجه اعتمدت الطاجن ده، كلهم حلوين، بس اكتر حاجه عجبتني كانت كباب الحله والبيكاتا فراخ، فدول لازم هرجع لهم تاني. وبعد الاكل لازم تفصل في ركن الجبل، قاعده عربي كده والفنجان يظبط المزاج على النيل كده. وبشكل عام انبسطنا جدا في المكان، وبس كده.